شحال من واحد فينا كيشوف عماد اليوم، كنشوفوه ضاحك، كنشوفو اللي وصل البرنامج لاله العروسه وعايش الاضواء والشهره. ولكن قصه عماد ما بداتش بالاضواء، ما بداتش بالنجوميه، بدات في واحد الزقاق قديم في مدينه طنجه، بالضبط حومه اسبانيول. تما فين كبر عماد وفين كبر معاه الحرمان. هاد الحومه ماشي غير مكان، هذيك هي المدينه القديمه بجماليتها التاريخيه، ولكن بقساوتها اللي ما كيرحمها حد. تخيلوا معايا بلاصه كتطل على البحر، كتشوف منها المرسى وكتحس بصوت الباطوات اللي كيسافروا. مكان كيبان من برا بحال شي لوحه فنيه، ولكن وسط هاد الحيوط القديمه كانت واحد الخيريه اللي عرفت اسرار بزاف ديال العائلات اللي ضاقت بهم الدنيا. تما فين كبر عماد وسط حيطان جامدين. هذيك الخيريه ماشي دار عاديه، كانت تحت اشراف ناس غرباء اللي هما النصارى، هما اللي كانوا مكلفين بالدراري، فهما اللي كانوا كيعطيوهم الماكله وهما اللي كانوا كيفرضوا القوانين. عماد ما ترباش في حضن عائله ولا وسط الدفا ديال الاب ولا الام، تربى وسط ثقافه مختلفه تماما، تربى على يد ناس كيسيروا المؤسسه بطريقه فيها بزاف ديال الانضباط والصرامه. تخيلوا الطفل كبر وهو كيشوف البحر يوميا من الشراجم، كيشوف الباطوات كتمشي وتجي، وهو محبوس في عالم كيسيروه ناس غرباء عليه، كيتسنى وقيته الماكله وقيته الخروج وقيته الدخول. كان عايش ديما تحت المراقبه، محروم من ابسط حقوق الطفل ومحروم من الحنان اللي كيحسس الواحد بانه محبوب. فعماد ما عاش غير الفقر، عاش الحقره د الحياه وتجربه قاسيه ومؤلمه خلاته يكبر قبل وقته. هذيك العزله وهذيك القسوه اللي شافها في صغره هي اللي صنعت عماد اللي كنشوفوه اليوم. انسان صامد، ولكن وراء هذا الصمود الخوت كاين طفل مازال كيعاني من جروح الماضي اللي ما عمرها ما برات. فكما قال الاب، ما تحكموش على بنادم حتى تعيشوا بلاصتو. فحومه اسبانيول كتشكل جزء من هذيك الحياه المظلمه اللي عاشها ولده. دوزنا سنين مع عماد في الحيوط البارده، ولكن الحياه عمرها ما بقات على حالها. عماد كبر والزنقه هي اللي ولات المدرسه ديالو، ولا ليفرور موصل طلبيات، كيدور في طنجه من طرف لطرف، كيسوق الموتور ديالو وجهه ضارب فيه البرد وعقله ديما مشغول. كيفاش يدير باش يصور طرفة الخبز وكيفاش يحمي راسو من نظرات الناس. كان كيعيش حياة عادية باهتة بلا ألوان، حتى لواحد النهار اللي كان غادي يبدل مجرى القصة كاملة. وصل لواحد العنوان، شي حاجة كانت كتقول ليه باللي هاد النهار ماشي بحال كاع الايام. قدام دار الخيرية تلاقى إيمان برنسيسة، ما كانش عارف باللي هذيك الكوموند اللي هاز في يديه ماشي غير سلعة، ولكن كانت مفتاح لحياة جديدة كاع ما كان كيتوقعها. تخيل لحظة، هو جاي من عالم الظل وهي جات من عالمها الخاص، العينين تلاقاو. هذيك هي اللحظة ديال الصدفة، ما كانتش غير صدفة، كانت بحال الا ربي بغى يعوضوا على سنوات الحرمان. ديك اللحظة عماد ما كانش كيشوف فيها كزبونة، كان كيشوف فيها واحد الباب تفتح ليه من بعد سنين ديال السدان. إيمان بذكائها وفي الفطرة ديالها والعفوية ديالها ما شفتوش غير كموصل طلبيات ليفرور، شافت فيه شي حاجة أخرى، شافت فيه عماد الإنسان، ماشي عماد اليتيم ولا عماد الفقير. ومن تما بدات القصة اللي خلات بنادم يبقى مذهول كيفاش هذا اللقاء البسيط قدام داك المكان اللي كان سجن ليه تحول قصة حب قوية لدرجة أنها تجمعهم في برنامج وطني قدام ملايين المغاربة. ما كانوش عارفين باللي هذيك اللحظة غتكون البداية ديال عاصفة ديال الشهرة، ديال الانتقادات، ولكن قبل كل شيء عاصفة ديال الحب اللي غيخليها توقف معاه وقفة رجال كيف ما كنقولوا بالدارجة. بزاف الناس فاش كيشوفوا إيمان وعماد كيسول واحد السؤال اللي كيتعاود ديما، علاش إيمان دارت هادشي كاع؟ واش كاين شي بنت في وقتنا هذا كدير هاد الوقفه؟ الجواب هو ان اللي كيعيش الحب الحقيقي ما كيسولش علاش، كيسول كيفاش نقدر نعاون. فايمان كانت هي الدرع ديال عماد، هي اللي شافت فيه داكشي اللي ما شافوش الناس. فاش كان عماد محتاج يخدم، محتاج يثبت راسو، محتاج يدير بلاصتو في هاد الدنيا اللي كانت ديما ساده في وجهه، ايمان ما بقاش كتشوف غير من بعيد. هي اللي شرات ليه الموتور اللي كان هو المصدر الرزق ديالو، هو اللي كان كيخليه يتحرك في طنجة، هو الخدمه بحد ذاتها. وهنا فين كنبغيو نقولوا وقفه ديال الرجال، ماشي حيت هي راجل، ولكن حيت دارت وقفه ما كيديروهاش كاع الرجال، في وقت اللي كان بزاف ديال الناس كيتنمروا عليه، كيعيروه بماضيه وكيشوفوه غير موصل طلبيات ما عندوش مستقبل. كانت هي اللي كدير ليه الاشارات في الانستغرام، كتشجعه، كتوريه الناس بطريقه زوينه وكتعطيه قيمه لخدمته. كانت هي المديره ديالو، الصديقه ديالو، السند اللي ما عمره ما خلاه يطيح. تخيلوا شحال صعيب على انسان عاش في العزله والخيريه انه يتقبل الدعم.
ولكن ايمان بذكائها العاطفي خلاته يحس باللي هو راجل الدنيا، باللي هو قادر يوصل له، باللي هي معاه ماشي ضده. ولكن هاد الوقفه كانت عندها ضريبه، الناس ما كيرحموش، انتقادات كثرات، الهضره ولات مسمومه، والتنمر في مواقع التواصل الاجتماعي ولا بحال شي غول كيسعى باش يفرق بيناتهم. كل كومونتير خايب كان كيحاول يهدم داكشي اللي بناوه. ولكن ايمان كانت واخده قرارها، غادي نوقف معاه واخا يوقف العالم كامل ضدي. فعماد وايمان في هذه المرحله ما كانوش كيعيشوا قصه حب ديال الافلام، كانوا كيعيشوا معركه البقاء، معركه باش يثبتوا ان الحب الصادق اقوى من الفقر، اقوى من الزلط، واقوى من التنمر، واقوى من الظروف اللي خلات عماد يتربى في الخيريه. من بعد كل هذا الشيء وصلوا لواحد المرحله اللي ما كانوش مستعدين ليها. لا العروسه، البلاطو، الاضواء، الجمهور، الملايين ديال العيون اللي كتراقب كل حركه وكل كلمه، وحتى كل نظره ما بين عماد وايمان. وانا بدات الحرب، ماشي حرب بالسلاح ولكن حرب بالكلمات. كاين اللي كيشاف فيهم كوبل زوين، وكاين اللي ما رحمهمش بالتعاليق السامه بدات بحال الشتا. علاش هي كبر منه؟ واش هذا الشيء حقيقي ولا غير تمثيل؟ هذه تيك توكيره وهذا وهذه كذا، كل واحد ولا قاضي كيحكم عليهم من وراء الشاشه ديال التليفون. فعماد اللي في نظر بزاف ديال الناس يلا عنده 19 عام، بان قدام الناس بواحد نضج غريب. كاين اللي قال هذا الولد عنده 19 عام في الوراق ولكن عنده تجربه ديال 49 عام في الحياه. الناس اللي كانوا كيشوفوهم وسط البلاطو كانوا كيستغربوا كيفاش صابرين، كيفاش كيسمعوا هاد الهضره كامله، وكيشوفوا الناس كيعايروا فيهم وكي جالسين في وسط منهم ومبتسمين. عماد وايمان ماشي في الحقيقه غير مشاركين في البرنامج، هم مثال هذا الجيل اللي كيتنمروا عليه الناس، جيل اللي كيحكم عليه المجتمع قبل ما يعرف حكايته، وجيل اللي كيضطر يتقاتل باش يعيش بابسط الحقوق. اذا من بعد ما كانوا غير جوج اشخاص كيحاولوا يلقاو طريقهم في الزنقه، لقاو راسهم فجاه تحت مجهر لاله العروسه. الاضواء مجهده بزاف لدرجه انها كتعمي، والكاميرات محطوطه في كل زاويه. هاد اللحظه ما كانتش غير مشاركه في برنامج، نقدروا نقولوا كانت محاكمه علنيه قدام الملايين. علاش حنا كمجتمع كيعجبنا نشوفوا الناس كطيح؟ علاش ما كنحاولوش نفهموا قبل ما نحكموا؟ عماد وايمان اليوم كيوجهوا رساله لينا كاملين: الحب الحقيقي ما كيعترفش بالمنطق ديالكم، الحب الحقيقي كيعترف غير بالوفاء. فكاين البعض كيتساءل علاش هاد جوج الناس بالذات قدروا يثيروا هاد الضجه كامله في البرنامج. الجواب ببساطه هو ان عماد وايمان ما كانوش كيدافعوا غير على علاقتهم، كانوا كيدافعوا على حقهم في ان يكونوا بشر. في عصر اللي ولا فيه الحب سلعه والزواج عرض والناس كتحكم على بعضياتها من خلال البروفايل، عماد وايمان جاو وراو الناس ان الحب الحقيقي ما عندوش شروط، ما كيعترفش بشنو عندك، بل شكون انت وكيفاش كتكون في اللحظات اللي الدنيا كتسد عليك البيبان. ياك حنا كاملين عندنا ماضي، ياك حنا كاملين عندنا جروح خبيناها باش ما يشوفها حد. عماد وايمان خلاونا نحسوا باللي جروحنا ماشي عيب، وان الماضي واخا يكون قاسي ما كيعنيش اننا ما نستاهلوش نعيشوا احسن حياه. هم عطاو الامل لكل واحد حاس براسو منبوذ، وكل واحد حاسه براسها محقوره، باللي تقدر توقف وتكون سند في اللي كتحب واخا العالم كامل يكون ضدك. وفي الاخير خوتي العزاز، ما تحكموش على الناس من خلال فيديو قصير او ترند عابر. خلف كل شخص كنشوفوه كاين كتاب ديال القصص، كاين معارك ما عرفتوهاش، وكاين انسان كيستاهل فرصه. عماد وايمان اليوم هما ماشي غير كوبل، هما درس لينا كاملين ان الحب اللي كيتبنى وسط النار هو اللي كيقدر يعيش للابد. فالحب الحقيقي الخوت ليس ان تجد الشخص المثالي، بل ان تجد الشخص اللي كيوقف معك في أسوأ ظروفك. واخا البرنامج في الاول والاخير مسابقه، ولكن بالنسبه لي عماد وايمان ربحوا بزاف ديال الحوايج قبل ما ياخذوا اي لقب. ولكن ككلمه اخيره كنتمنى من كل قلبي انهم ياخذوا اللقب ويفوزوا به. علاش؟ حيت هذا اللقب غيكون بمثابه تتويج حقيقي لواحد القصه اللي بدات من المعاناه ووصلت للنجاح. هما كيستاهلوا هذه الفرحه، وكيستاهلوا نشوفوا مجهودهم كيتوج بالنجاح، باش تبقى هذه القصه مثال لكل واحد كيامن باللي واخا تبدا من الزيرو وتقاتل ضد التيار تقدر توصل للقمه. فكل التوفيق له.